سلام حبيباتي، كراكم دايرين؟ ان شاء الله يا ربي كاع تكونوا غايه وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم الزينات، مرحبا بكاع مشتركاتي الوفيات ولا تشوفي قناتي لاول مره رحب بها ونقول هذا بيت الله في القناه. ولا عجبك المحتوى ما عليك تدعميني باشتراك وتفعيل الجرس هكا باش يوصلكم كل ما هو جديد. كما راكم تشوفوا البنات اليوم جبت لكم فطائر روعه، مكونات جد بسيطه وتقطع كميه كبيره. غير جيبي ورقه وستيلو وماركيهم من رمضان. كما راكم تشوفوا هنايا درت لكم مقتطفات من الوصفه تاعنا اليوم. الحاجه الاولى اللي غادي نحتاجوها في وعاء البنات، نجيبوا مغرف صغيره نتاع خماره تاع الخبز، وغادي نزيدوا عليها مغرف صغيره نتاع سكر. انا البنات هذه الكميه قطعت لي كميه كبيره، نتوما الا كنتوا عائله اكبر ضاعفوا المقادير. المهم البنات غادي نزيدوا كاس نقص صباع نتاع حليب لازم يكون دافي البنات، ما ديروش حامي بزاف ما ديروش بارد بزاف لانه يمنع لكم التفاعل تاع الخميره نتاعكم. هذه هي خلطهم مليح حتى ندمجوا لي. غادي نغطيهم البنات ونخليهم مده 10 دقائق حتى يتفاعلوا لي غايه. هذه المرحله لازم تديروها البنات هكا باش من بعد تعطيكم نتيجه مليحه للفطائر تاعكم. هنا بعد مرور 10 دقائق خليت الخماره تاعي حتى تفاعلت مليح. راح نقرب لكم باش تشوفوا حتى دير لكم هذا الفقاعات كما راكم تشوفوا البنات. دروك مباشره غادي نخلطها ونبدا نضيف لها في الفرينه. طريقه سهله وبسيطه. هنايا نبدا نزيد في الفرينه ما تزيدوهاش على ضربه البنات وما ديروهاش كي شغل جاريه بزاف وماشي حاكمه روحها بزاف. دوك نوري لكم القوام. المهم هنا اول ما ديروا الفرينه شويه مباشره رايحه نديروا لها الملح، على خاطر ما درناش الملح كما شفتوا في البدايه تاع الفيديو. دروك عاده نديروا نصف ملعقه صغيره، ما تكثروش الملح للبنات لانه غادي نديروا لها الحشوه والحشوه ثاني غادي يجي فيها الملح. وهنايا عندي زوج مغارف كبار نتاع الزيت نخلطهم مليح كما راكم تشوفوا. هنا ما رانيش نعجن البنات، راني غير نضرب في هذاك العجينه تاعي ولا الخليط نتاع الفرينه تاعي. هنايا نبدا نزيد في الفرينه غير بشويه ونلم في العجينه، لازم عجينه ما تكونش طريه بزاف البنات. المهم هنا راني نوري لكم في القوام تاع العجينه تاعي، طريقه سهله وبسيطه. ولازم البنات هنايا بعد ما تلموا العجينه تاعكم هذا القوام لازم تدلكوها تقريبا 2 دقائق هكا باش تعطيكم نتيجه مليحه. وهنايا كل ما تعبكم شويه وتحسوها بدات تلصق لكم في يديكم ديروا شويه تاع فرينه فقط وبقوا تدلكوا فيها. هنا مباشره بعد ما دلكتها دقيقتين درتها في الوعاء ومسحتها بشويه تاع زيت فقط. غادي نغطيها ونخليها تختمر. مباشره رحت نوجد الحشوه تاعي اللي تبقى اختياريه البنات. راني كل خطره نقول لكم الحشوه الجود من الموجود اللي عندك في دارك ديري وتعرفي ولادك ياكلوا. انا هنا قطعت 2 حبات تاع بصله، كنت قطعتهم غير في الاشوال البنات، قليتهم مع شويه تاع الزيت. غير شت البصل بدا يدخلها طياب، زدت لها كميه نتاع الفيونداشي كما راكم تشوفوا. وبالنسبه للتوابل درت غير شويه تاع ملح وحرور فقط. هنايا ممكن نتوما تضيفوا اي حاجه تكون عندكم ونخلط مليح كما راكم تشوفوا البنات. هنايا بعد ما بدات الطيب مباشره نخليها تتقلى غايه ونروح نشوف العجينه تاعي. شوفوا البنات هنايا بعد ما راه ضاعف لي الحجم تاعها. هنا الا كان عندك البنات كان عندكم الوقت وبغيتوا تخلوها تختمر للمره الثانيه ممكن تنزلوا لها الاختمار وتخلوها تختمر للمره الثانيه هكا ثاني تعطيكم نتيجه ولا اروع. هنا قلحت العجينه تاعي غادي نحتاجوا لهذه القاطعه وبيان سور الحلال اللي غادي نحلو به. حطيت شويه فرينه في البلون دو طرافاي تاعي كما راكم تشوفوا. العجينه راها طريه لازم نستعينوا بالفرينه بصح ما ديروش كميه كبيره بزاف. هنا قسمتها على 2 باش نخدم على مرتين. نتوما ممكن ديروا العجينه تاعكم مباشره تحلوها وتخدموا مباشره. هنا غادي نحلها على شكل مستطيل كما راكم تشوفوا كبير، وغادي نبدا نشكل في الدوائر تاعي. اللي ما عندهاش هذه القاطعه نقولها ما تقلقيش حبيبتي، معليش جيبي غرفيه وقطعي بها ولا اي حاجه تكون عندك في الدار. هنا الحشوه تاعي بعد ما بردت زدت لها قطع نتاع البطاطا كما راكم تشوفوا بعد ما كنت قليتها. ونحتاجوا للجبن المبشور اللي ممكن تستغناو عليه، ما عندكمش ما ديروش. هنايا درت كميه تاع الحشو في الدائره وزدت كميه تاع الجبن المبشور. وهنا الاستعانه بالفرينه البنات غادي نسيو الكوتي اليمين مع اليسار غادي نلصقوهم في الوسط بهذه الطريقه وغادي نغلقوا جهه واحده فقط كما راكم تشوفوا. بالنسبه للجهه الثانيه غادي نوزعوا فيها هذاك الحشو وغادي نطلعوها للوسط الاول اللي كنا ديجا غلقناه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. وهنا نسيو نزيروها مليح باش بعد كي نبداو نقلوا فيهم ما ينحلوناش في المقله. والاستعانه بالفرينه كما قلت لكم دائما ديروا شويه تاع فرينه في صباعاتكم حتى نتحصلوا على هذا المثلث كما راكم تشوفوا. هنايا كما العاده نقرب لكم هكا باش تفهموني غايه. شوفوا البنات حطوا كميه تاع الحشو بهذه الطريقه. صدقوني البنات هذا العجينه روعه وتناسب كامل المملحات وحتى تقطع لكم كميه كبيره. هنايا الحاجه الاولى البنات كما راكم تشوفون نسيو نوزعوا هذاك الحشو تاعنا. هنايا نشدوا هذوك الاطراف في الوسط ونبدو نغلقوا الجهه الفوقانيه كما راكم تشوفوا لصقوهم مع بعض.
والجهه التحتانيه البنات نوزعوا هذاك الحشو تاعنا على العرض، ونعاودوا نلصقوا الوسط تاعه مع الوسط الاول اللي كنا كتبنا به الدائره. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، طريقه سهله برك. هنا يسيو تقرصوا مليح مليح البنات باش هذيك الحشوه تاعكم بعد كي تقلوهم ما يخرجوا كيما قلت لكم. هذه هي طريقه سهله البنات. وهنا مباشره نحطوهم في السنيوه تاعنا. انا غادي نكمل كاع الكميه اللي راها عندي ونرجع لكم. وهنا حبوباتي بعد ما كملت كاع الكميه اللي كانت عندي غادي نحتاجوا لا شابلور، وغادي نحتاجوا حبه تاع بيض، وهذه هي والزيت تاعنا نكونوا درناه يحمى. هنايا مباشره نجيبوا هذوك المثلثات تاعنا راح نحطوهم في البيض عادي، ومن بعد نرمدوهم في لا شابلور. هنا لا شابلور انا كل مره نقول لكم البنات من الاحسن انكم تحمصوها شويه هكا تعطيكم نتيجه احسن. هنايا لازم ترمدوا كاع الحبه، وبعد ما ترمدوها يسيو تسقموا لها هذاك الشكل تاعها باش تبقى محافظه على هذاك الشكل نتاعها. بنفس هذه الطريقه البنات نكمل كاع هذيك الكميه اللي راها عندي ونرجع معاكم. هنا حبوباتي كما راكم تشوفوا بعد ما راني كملتهم، شوفوا البنات عطاتني كميه ما شاء الله وحبات كبار كما راكم تشوفوا. هنا الزيت تاعي كان ديجا احمى، كي تشوفوا الزيت حمى لكم بزاف نقصوا له على نار متوسطه البنات باش تبدو تقلوهم هكا باش يزيدوا يطيبوا لكم مليح من الداخل. هنايا نحط الحبات تاعي كما راكم تشوفوا مباشره، وهنايا نجيبوا ملعقه البنات ونقيسيو هذاك الزيت نكبوه فوق الحبه تاعنا بهذا الشكل البنات. هنا مباشره بعد ما تبدو تكبوا في الزيت فوق الحبه تاعكم غادي تبدا تنتفخ معكم ويضاعف الحجم تاعها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. المهم البنات بالنسبه لطريقه الطهي تاعهم كاين اللي يبغوهم حمرين بزاف، كاين اللي يبغوهم غير شويه صفرين. هنا الطياب نتوما كل وحده وكيفاش تبغي طيبهم. المهم انا نبغيهم حموره بزاف. انتم الا بغيتوهم شويه ممكن غير في هذا كما راكم تشوفوا بهذا اللون وتقلعوهم عادي. هنايا غادي نسيي معكم حبه عن قرب. شوفوا البنات كيفاش يضاعف الحجم تاعها. هنا قعدوا تزيدوا لها في الزيت بهذا الشكل. شوفوا البنات تنتفخ معكم ويضاعف لكم الحجم تاعها. وهنا يا حبوبتي بعد ما راني كملت طيبتهم كامل، شوفوا البنات تجي حبه كبيره وتجي ما شاء الله. وشوفوا هذاك الانتفاخ صدقوني جو روعه. نتمنى انكم تجربوهم لانه فعلا هذه الوصفه تنفع انه تكون بديل للبوراك في شهر رمضان. فقط رافقيها مع شويه حريره وهرانيه ولا شويه تاع شوربه والبنه ما نحكي لكمش. هنا البنات واحده القرمشه صدقوني روعه. وقسمت لكم هنايا باش تشوفوا القوام تاعها. شوفوا البنات كيفاش تجي من الداخل، تجي بزاف بزاف هشيشه. شوفوا على بها قلت لكم مين تبدو تحلوا في العجينه حلوها رقيقه لانه غادي تزيد تنتفخ. وهذا الشكل تاعها من الداخل. وبالنسبه للبنات اللي غادي يسقسوني يقولوا لي بما انه قليتيها في الزيت الو غادي تجي مزيته، نقول لكم لا البنات ما تخافوش منها. غادي تجيكم مقرمشه وتجي ولا اروع. برك جربوها لاني جبتها لكم بابسط طريقه. واللي عجبتها الوصفه ماليها غير تبارطاجيها مع حباباتها مع العائله هكا باش تعمل فائده على الجميع. واللي ما دارتش الجيم قولها خلي لي جيم هكا باش الفيديو يطلع ويدي حقه في المشاهده. ما بقى لي غير استودعكم الله، نقول لكم قارعوني في فيديو اخر عن قريب. سلام.